قصيدة هجاء بعنوان مقهى العرب. سيئت وجوه المهزومين والبسمة علت بوجوه من ربح المراهنة في مقهى العرب. سيد الطاولة صاح بأعلى صوت ممسكا بالورق: ويلكم من بطل مثلي إن لعب بغضب. أم المعارك مرت من هنا وما وضع لها من خطط دمر كهشيم الحطب. خالد الفوز فينا والصياح والنياح على من جاء متحديا واقترب، وفارس الميدان شاهرا سيفه ليقوم ما حصل للصدع من رأب. وللنصرة فرحة أقيمت لها أقواس امتدت مساحتها من القاهرة إلى حلب، وسراديب في الظلام أغلقت أبوابها لتضيق على كل خسران امتعض وهرب. صوت الموسيقى يعلو ورائحة الدخان تنبعث من كل زاوية وحدب. نغمة النرد أصداؤها للسامعين أناشيد وأغاني ومقامات طرب. سلام لمن جاء وقبلة لمن غادر وآهات لمن غاب واحتجب. أخبار السياسة لا تنغص جلسة كهذه ولو احترق العالم وتصاعدت ألسنة اللهب. جيوش أبيدت وخيرات سلبت وأوطان بيعت ولم نسأل عن السبب. في قهوة العرب الأماكن محدودة والحجز مسبق ولا شاغرا لمن بحظه ندب. رحب الصدارة للمنتصرين دائما ولا مكان لمهزوم أو مخبر أو من أصابه جرب. ضيق المكان يحلو بزواره ولأطيب الطعام وأطباق الحلوى ومن جلب. لا يهمنا قرارات أممية ولا أعلام ترفرف ولا مندوب جاء أو انسحب. ما يهمنا هو أمر الراقصة وثوبها الجديد وخلخالها من فضة كان أم من ذهب، ولعقدها الجديد وما أضيف إليه من شروط وما ألغي منه وما انشطب، ولشعرها الجميل وما صبغ من أطرافه وما أثير حوله من تساؤل وصخب، وجسمها الذي بالكاد أن ينستر وما ظهر منه ومن تمعن فيه انبهر وشجب. ولأن الراقصة لم تكن زعيما عربيا سرق مقدرات الأمة ولرأيه التافه احتزب، ولم تورث البلاد والعباد لابنتها، ومن فهم قصدي بطل عنده العجب. دخلت من أبواب التاريخ الواسعة واستلقت من دون عناء أو تعب. ملوكا أنتم في المقهى وغانما من هجر تلك البلاد ورحل عنها واغترب. وبقيت أنا وقلمي والورق أقيم المشانق لأعلق عليها حكام العرب.